النهاردة ان شاء الله هعلمكم غرزة السلسلة. وطبعا غرزة السلسلة هي اساس اي جزء او اي قطعة من الكروشيه، وهي اهم وابسط الغرز اللي لازم اي حد وكل حد حابب انه يتعلم كروشيه يتعلمها. ان شاء الله هشرح لكم النهارده الغرزة خطوة خطوة كأننا قاعدين مع بعض، وهنمشي بالراحة جدا، وهعيد مرة واثنين وثلاثة علشان اي حد مبتدئ يفهم بسهولة. ان شاء الله النهاردة ادواتنا بسيطة جدا، يعني خيط وابرة. الخيط النهاردة انا مستخدمة خيط اوف وايت، هو من هيمالايا طبعا، واللي حابب يستخدم اي نوع خيط عندك متاح تمام، مش فيش اي مشكلة. المرة اللي فاتت انا علمتكم ازاي نعمل عقدة البداية، انا هعملها كمان مرة علشان اللي ما شافش الفيديو المرة اللي فاتت يبقى يعتبر اتفرج عليه، بس طبعا ترجعوا تتفرجوا عليه. المرة اللي فاتت انا علمتكم ازاي تعملوا العقدة. العقدة هتبقى ازاي؟ احنا قلنا بنحط الخيط هنا كده، نعمل كده، نحط الابرة وبناخد الغرزة اللي ورا كده. دي كده عقدة البداية، دي اللي انا شرحتها الحلقة اللي فاتت. طب انا بضيق وبسيب حاجة بسيطة جدا للابرة تمشي فيها. طيب كده خلاص بالنسبة لعقدة البداية اللي انا بالفعل علمتها لكم المرة اللي فاتت. طيب كنت عايزة اقول حاجة بخصوص الابرة. الخيط اللي انا مستخدماه النهاردة السمك بتاعه وسط، هستخدم معاه ابرة مقاس 4. والفيديو الاولاني انا قلت لكم انه ازاي اللي حابب يمسك الابرة هيمسكها ازاي، واللي حابب يتعلم هي في طريقتين انا وضحتهم، بس برضو كمان مرة. في طريقة في حد بيمسكها كده، وفي حد بيمسكها كده زي القلم، اللي حابب كده واللي حابب كده تمام. طيب انا عملت عقدة البداية، واللي انا قلت ان انا وريتها لكم المرة اللي فاتت. الخيط القصير بيبقى في ايدنا اليمين، والخيط الطويل اللي هو بايد البقرة بيبقى في ايدنا الشمال. بنعمل ايه بقى؟ نفتح ايدينا كده بالظبط على ال4 صوابع، وبنحط الخيط اللي هو الكبير اللي هو الفتلة الطويلة اللي هي بايد البقرة، لان انا قلت المرة اللي فاتت وبقولها برضو المرة دي ان الفتلة الصغيرة بتحط في ايدنا اليمين. هذا الخيط الطويل بنحطه ما بين ايدينا في ال4 هنا، وبعدين ال3 دول 3 صوابع دول بنضغط بيهم كده، فبنتبقى كده. فبنعمل ايه؟ بنحطه على صابعنا اهو كده، بنرفع بس كده. تاني ثواني اهو. هعمل ايه انا بعد ما خلاص مسكت ال3 اهو؟ هحطها واطلع بيها هنا ليا، واقوم تانية برضو الحلقة دقت اهي، اوسعها تاني. همسك الحلقة بقى ذات نفسها لان الخيط ناعم قوي اهو كده. اول سلسلة هحط تاني الخطاف والشولية، وانا هنا اهو. انا ليه رفعت صبعي اللي هو السبابة؟ ليه رفعته وليه ضغطت بال3 دول والصبعين دول مسكت بهم اللي هما بداية العقدة اللي تحت بتاعت السلسلة؟ علشان خاطر الصبعين اللي تحت دول هما اللي هيتحكموا لي ازاي اشد الخيط وارخي الخيط. يعني انا الصبعين دول هما اللي بيتحكموا في رفع الخيط معايا. وده اهو همسك بصبعين الاتنين دول السلسلة، هحط اهو واخش تحتها تاني. هتني الابرة واحطها تحت الخيط والخطاف والشولية، وهطلع من الحلقة. هتني الابرة تحت الخيط والخطاف والشولية، عشان والشولية هو اللي بيسحب الخيط، واطلع من السلسلة تاني. بتني الابرة وانزل بيها تحت الخيط، وبشد بيها الخيط واطلع من الدايرة اللي هي السلسلة ذات نفسها. فكده اتكونت معايا سلسلة. لو عايزين نبتديها من الاول، انا عملت العقدة، بس انا بقى ما بعملهاش كده لان خلاص يعني متعودة اهو.
مسكت هنا زي ما انا قلت الخيط حطيته على صوابعي الاربعه، رفعت الصابع بس السبابه بالخيط، مسكت الصابعين الصغيرين مسكوه، والاتنين دول مسكوا عقده البدايه، لان العقده هتعوز تتمسك في الاول. تنيت الخطاف والشوليه اهو، عشان هو يعني لو اخدتوا بالكم ان الخيط وانا بتني الابره وبخش على الخيط، الخطاف هو اللي الابره بتبقى اهي مسكته وبطلع منها. الخطاف الابره والخطاف اهو، وطلعت من الدايره كده، عملت سلسله، اتكونت معايا سلسله. تاني الابره في ايدي بالمسكه اللي تحبيها، بالمسكه دي او بالمسكه دي اللي يريحك اعمليه. الابره اهي، الخطاف والشوليكي. ما ينفعش الخطاف يبقى الناحيه التانية، لان بالحاله دي مش هتعرفي تاخدي بيه تشبكي بيه الخيط يعني. اهو في الابره تحت الخيط، الخطاف سحبها اهو، خرجت كده، عملت كونت معايا سلسله. تاني الابره تانيتها، الخطاف والشوليه، سحبت الخيط وطلعت، عملت غرزة سلسلة، وهكذا اهو. في الاول ممكن ما تظبطش معاكي، تطلع واسعة تطلع ضيقة، لازم تكرري الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تطلع معاكي سلسلة شكلها كويس، مش واسعة ومش ضيقة. تاني عملت ايه؟ تانيت الابرة، الخطاف سحب الخيط، طلعت من السلسلة. طيب انت لو انت مثلا جيتي الخيط كان واسع معاكي مهو كده، لا ضيقي، شد انتي صبعك السبابه اهو، هو اللي بيتحكم انك تضيقي وبيتحكم انك توسعي. طيب انت عادي سيبي لنفسك مساحه 1 سم 2 سم 1 مللي 2 مللي ان انت تحركي فيهم الابره، يعني ما توسعيش قوي، لانك لو وسعتي قوي النتيجه هتكون انه ده شكل السلسله وده شكل مش حلو. طب لو انت ضيقتي قوي قوي كده، جيتي تسحبي مش هتعرفي اصلا تطلعي من العقده، ولو طلعتي شوفي مفيش سلسله. فالاحسن انه نعمل ايه؟ نخلي 1 مللي او 2 مللي بسيط خالص، ان الابره تخش وتخرج بسهوله. طبعا زي ما قلت بنتني الابره ونخش نسحب الخيط بالخطاف. طيب انا كده يعني احنا كده عملنا كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6. طيب هعمل معاكم كمان لحد ما نكمل 10. تنيت، سحبت، تنيت الابرة، شدت الخيط، سحبت، تنيت الابرة، الخطاف سحبها. ده الخطاف اللي هو التانية دي. سحبت. طيب عايزة برضو اوضح حاجة، السلسلة دي اهي في ايدنا اهي، هي باينة، مش عارفة باينة كده ولا لا، باينة. طيب خليها هنا على ايدي. ازاي اعدهم؟ يعني انا دلوقتي عملت مجموعة من السلاسل، طب انا يا ترى هعدهم ازاي؟ في ناس بتعد من العقد اللي هي الصغيرة دي، بس ده يعني اللي مش هيعرف انه يعني انت ضامنه انك مش هتتلخبطي عدي. طيب العد الصح والاسهل كواحده مبتدئه لسه بتتعلم، في هنا الجزء ده والجزء ده. طيب نعد منين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نركز وتخلي عينك يعني على طول تحدديها في الجوانب اليمين والشمال. 1 2 هي باينة خالص، هي واخدة كيرف اصلا. 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. طيب في عقدة بداية احنا عملناها، عقدة البداية دي اللي بتتحسب سلسلة، يعني هي اصلا ما بتتعدش، لان انت لو بصيتي عليها هتلاقيها عقدة مش باينة. فطبعا اللي يعد من هنا، ولازم تاخدي بالك من الجوانب، لان هنشتغل فيه غرز بتشتغليها على الجنب ده، وفي غرز بتشتغل على الجنب التاني. دي بالنسبة للسلسلة، قلت ازاي تعديها وتعديها بالطريقة الاحسن والاسهل. لو لفينا بقى السلسلة
هنلاقي حاجة كده من ورا اللي هي ظهر السلسلة. ظهر السلسلة دي في ناس بتقول عليها كيرفات وناس بتقول عليها مطبات. طيب برضو يعني العقدة دي في ناس بتشتغل فيه ليها شغل معين لان بتطلع نتيجة معينة، بس انا حبيت اوضح لك دي ايه عشان محدش تيجي تشتغلي مثلا في السلسلة فتيجي تقلبيها تتلخبطي. دي ظهر السلسلة، دي زي كيرفات كده اهي، وفي ناس بتقول عليها مطبات. واضحة؟ انا كده وضحت، فانا حاسه ان اللون مش واضح، اجيب لون تاني احسن اعملها لكم بسرعه. زي ما قلت ادي عقده البدايه، خلاص احنا اتعلمناها مع بعض. مسكت عقده البدايه عشان اكون السلسله، حطيت الابره الاول. انا قلت ان احنا هنحط الخيط هنا في ايدنا في كف ايدينا، وهنرفع او السبابه بالخيط لفوق، بعدين هنضغط بالثلاث صوابع، وبعدين الصابعين دول هنمسك بيهم عقده البدايه. هضيق بس الخيط سنه واحط الابره تحت الخيط واشد الابره ناحيتي، الخطاف ناحيتي، اشد الخيط كمان مره، هتني الابره تحت الخيط واشد، هتني الابره تحت الخيط والخطاف هو اللي يشد واطلع من السلسله. هتني الابره تحت الخيط واشد واسحب لبره، اتكونت معايا السلسله. كمان مره. طبعا انا قلت ان احنا لما الخيط بيتحط في ايدنا وبرفع السبابه كده، والاتنين دول هما اللي بيتحكموا، وده كده كل ما بشتغل يعني انا تنيت الابره خلاص اهي تحت الخيط وسحبت لجوه. حبيت ان انا اطلع بايدي لفوق شويه عشان اتاكد يعني ابقى متمكنه اكتر في الابره والخيط وسحبهم تمام. بتني الابره تمام، بشد بيها الخيط اهو، تنيت الابره تحت الخيط، الخطاف سحبها، شوفوا اهي. هنا رفعت السبابه عشان ارخي الخيط شويه. قلت هنعد ازاي يعني هي كده هتبقى واضحه اكتر. لما اجي اعد مش بلاش اعد من النص من هنا عشان ما اتلخبطش، وبرضو عقدة البداية ما بتتعدش، هعد من الجوانب 1 2 3 4 5 6 7، يعني دول 7 غرز. اليمين بقى الشمال اللي يعجبك، يعني اللي يريحك تعد منه. لو لفيت السلسلة هلاقي الكيرفات دي بيبقى فيها شغل بس يعني لغرز معينة، هبقى اوريها لكم بعدين وهنتعلمها مع بعض. في ناس تقول مطب وفي ناس زي ما قلت بتقول كيرفات. انا كده خلصت النهاردة، كده عملت معاكم عقدة البداية اللي انا شرحتها المرة اللي فاتت، وعملت معاكم النهاردة السلسلة، وهي سهلة وجميلة جدا. واللي ما اتفرجش على الفيديوهات اللي قبل كده يخش يتفرج عليها، وما تنسوش الاشتراك في القناة. وان شاء الله نعمل غرز اكتر مع بعض ونتعلم اكتر من كده. اتمنى الشرح يكون واضح وسهل، ولو في اي حاجة مش واضحة اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ما تنسوش طبعا تعملوا فولو ولايك للقناة والفيديو تشوفوه، تشتركوا في القناة علشان تشوفوا باقي الدروس الجاية ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو الجاي هيكون عن الحشو، ويبقى كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة ونتعلم كل يوم حاجة جديدة. باي باي.